متابعي الكرام الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهارده ومعلومه جديده. في كلنا او ناس كتير سمعت عن الشاي الازرق. الشاي الازرق اصلا تايلاندي المنشأ، وبيحب ويستحب زراعته في اماكن كتيره، وبيتحمل الظروف الجويه المتغيره. هو نبات متسلق زي ده كده. آه، بيمد، بيعمل زهور. زهوره جميلة جدا، زرقاء، بتبقى شكلها جميل مريح للنفس. الشاي الأزرق ليه فوائد كتيرة جدا وهشرحها في الفيديو. بس النهاردة تعالوا نتعلم في خطوات سريعة ازاي أزرع نبات أو زهرة الشاي الأزرق المتسلق في البيت. دي باكوات، أماكن كتيرة بتبيعها. هتفك الباكو لازم تقرا تاريخ الصلاحية والإنتاج اللي هو بيبقى مدون عليه. انا جهزت الازايز او الفوارغ اللي عندي عشان تمهيدا لاني انقله لما يكبر، لانه متسلق ويحتاج حاجه كبيره شويه زي جردل، زي بستيلا، بعد ما ينبت واتاكد من الانبات حصل ولا لا. انا جهزت عندي مثلا العبوات الصغيره دي اللي هي الفاضيه، عبوات بلاستيكيه زي عبوات البيبسي، عبوات الميه المعدنيه. حطيت فيها تربه صناعيه او تربه رمليه مخلطه. بفتح بعض الفتحات الصغيرة عشان تسريب المية الزايدة، والتربة ما تعملش عفن للجذور اهو. فتحات بسيطة. باجي احط في كل ازازة نبتة، حبايتين من الحبات اللي هي بتاعت الشاي اهو كده. يعني بحيث لو واحدة ما نبتتش هتنبت التانية. ربنا كرمنا ونبتت الاتنين، ده يبقى فضل من الله عز وجل سبحانه وتعالى. الشاي الازرق فوائده كتيره جدا، ليه فوائد جامه. هو بيتشرب زي الشاي اللي هو الاخضر بتاع التخسيس، وفعلا بيدي نفس نتائج منتجات التخسيس. الشاي الازرق مخفض لمستوى السكر في الدم، لذلك ما ينصحش الاكثار بيه. الشاي الازرق من النباتات الغنية بعناصر الكولاجين اللي هو مفيد ومغذي للبشرة والجلد والأظافر. الشاي الأزرق بيحسن الحالة المزاجية للإنسان. لو كوب منه كل أسبوع يبقى مناسب جدا وجميل جدا، ممتاز. الشاي الازرق من فوائده ان هو زي الشاي الاخضر، ولكن من غير المواد اللي هي بتاعت الكافيه والحاجات دي. ممتاز جدا في الصحة العامة، ومنشط للدورة الدموية وخافض للسكر. أضراره الشاي الأزرق أي شيء تكسر منه ينقلب لضده، فيستحسن ويفضل كوب واحد فقط منه. زهوره جميلة، منظر بهيج، وأنا أول مرة أجرب تجربة زراعة الشاي الأزرق، وإن شاء الله تنجح. أشكركم على دعمكم، وأتمنى تكونوا استفدتم من المعلومة دي. شكرا لكم.